يعني عايز اقول توصيتين او اقتراحين، وفرصه ان موجود الدكتور حسين بكر وموجود اخونا عصام زكريا. الكتاب الأليوبي اللي هو المرجع بتاعنا في الموضوع ده، الحقيقة كتاب مهم وقيم جدا، ولكن الطباعة بتاعته رديئة جدا. أرجو أن يعاد طبع هذا الكتاب سواء من إصدارات المركز أو من إصدارات مهرجان الإسماعيلية، نسخة منقحة ومزيدة ممكن يزاد عليها. الحقيقة دراسة هامة جدا عملاها الدكتورة سلمى مبارك عن الكتاب، ممكن يبقى فيه تقديم جديد. لكن أنا شايف إنه كتاب مهم إنه يطبع بشكل قيم، لأنه كتاب قيم فعلا. الحاجة التانية الحقيقة انه برضو اقتراح مني، اذا كان ممكن الدكتور حسين يشكل لجنة تعمل على توثيق لبدايات السينما المصرية والاستفادة من كل ما سبق، وازاي ان يبقى فيه منهج لهذا التوثيق. يعني مع الاسف كل واحد بيوثق بطريقته، عايزين يبقى فيه منهج محدد لهذا التوثيق، ويبقى فيه احترام لكل تاريخ السينما المصرية من بدايتها، وتحديد الافلام اللي مصريه خالصه، الافلام اللي مصريه وليها اجانب انتجوها، الافلام اللي اتصورت على ارض مصر، الافلام اللي اتعملت من خلال لومير، وهكذا. واعتقد ان هذه الدراسه البحثيه هتكون عمل قيم جدا ودور مهم جدا للمركز القومي للسينما، ومحتاج يتشكل فريق من الباحثين تحت قياده حد من المؤرخين الكبار المهمين، وده هتبقى منجز من منجزات المستقبل ان شاء الله.